السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل وطن العربي. يا جماعة النخل ده مزروع بقاله ما شاء الله دلوقتي 7 شهور ومفيش أي تجديد. النخل اللي مزروع معاه ما شاء الله مجدد أهو. تمام. فنتصرف ازاي لما يكون عندنا حاجة بقى زي كده؟ تمام. أنا هشيل كل الناشف دي ده وهقلع النخلة دلوقتي معاكم. تمام. عشان الموضوع ده في ناس كتير يعتبر النخلة دي في مرحلة نقول في مرحلة العناية المركزة أو في الإنعاش. تمام. لو ما اتعملش معاها اللي احنا هنعمله ده كده بتموت، لكن ان شاء الله باذن الله اللي هيتعمل معاها ده ان شاء الله يكون له تاثير ايجابي كويس على نجاح النخله، يعني باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نقلع النخله مع بعض دلوقتي. احنا طبعا النخله دي ده اعفان، مهما تحط اعفان بالطريقه دي عمرها ما هتجيب معاك نتيجه ابدا. تمام. احنا نشيل كل النشف اللي فيها مع بعض دلوقتي وهنلحها ونوريكم برضو سبب ضعفها بالشكل ده، واعتبر نقول في كل يوم في النازل. يعني النخله دي كده لو سبتها على هذا الوضع هتموت، لكن باذن الله ان شاء الله نوريها لكم برضو بعد 3 شهور تكون ان شاء الله نجحت وبقت 100% ان شاء الله. النخل ده برحي بسم الله ما شاء الله. الله يبارك للجميع يا رب. جاي من وجه بحري باشمهندس حسن ابو ناصر، ربنا يبارك له يا رب ويعمر بيه ويبارك في عمره. رحت عن طريقه شغل كتير كويس جدا. فده طبعا ده مش ما نقولش لا خطأ زراعه ولا ده يعتبر الحاجه اللي بتحصل عند الكل. تمام. احنا كده مثلا الان النخله دي مثلا بتبقى متعليه شوي، هنشوفها مع بعض دلوقتي مش هتلاقيها مطلع ولا جدر ولا جدر جديد. فعلا. ده بسبب ايه؟ بسبب الاعفان دي فصيله كانت مضروره قبل ما تزرع، المفروض كانت تشترط قبل الزراعه. دي برضو الحاجات دي كلها بتكون ايه؟ بتسبب اعفان جذور. والحاجات اللي زي كده ده بص ده كله اعفان اهو. تمام. نجيب لك البلطه. لا، هننضف النخله زي كده ونعقمها بمبيد فطري، واول ما تجف شويه من الفطري نغمسها في الاندول منشط جذور. تمام. بص الجذور القديمه لسه قاعده زي ما هي، مفيش جذور جديده خالص، جذور قديمه. مهما تحط علاج ما بيفيدش، لازم الحاجات دي كلها تشتغل الاول. النخله مثل الانسان بالظبط، ما ينفعش اعالج على اي جرح على وساخه، لازم اطهر الاول وبعد كده ابدا احط علاجاتي ومنشطاتي والامور دي. ده مش عامله جدر خالص. مفيش اي جذور، مفيش اي جذور، ولو ما اتعملش معاها كده هتموت. احنا بفضل من ربنا لحقنا مزارع، لحقنا نخل كتير بهذا الشكل. فاحنا بنقول يا جماعه انت تقدر تعمل لو عندك مثلا نخلتين 3 10 صار معاهم كده بعد الزرع